القصة بتبدأ بتعدد آلهة بتنزل من السماء وتدي للبشر الذرة، بعدها تلاقي الحرب اللي حصلت فعلا ما بين القبيلتين فجأة بقت حرب كونية ما بين قوى النور والظلام، والشعب بيصدق لأن مفيش مصدر تاني يقارن بيه أو وصل لهم الصح واختاروا الخرافة. في استراليا الشعوب الأصلية عندهم حاجة اسمها دريم تايم ستوريز، حكايات عن بداية العالم وعن أرواح عملاقة صنعت الجبال والأنهار. فعلا الموضوع بدأ بوحي حقيقي من الله، لكن بعد أجيال من التحريف بقت الحاجات دي الحياة المطلقة اللي بتربى عليها الأطفال، وكل جيل بيحفظ القصة ويحط لمساته الخاصة. حتى في التراث العربي قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم الشعراء كانوا هم الذاكرة الحية، يعني لو قبيلة هزمت قبيلة تانية الشعر بتاع القبيلة المنتصرة ممكن يخليهم أسود الصحراء ويخلي المهزومين نعاج جبانة، وطبعا شعر القبيلة التانية هيرد عليه بقصيدة تانية، فتبقى في معركة تانية بس بالكلمة. صعب قوي حد يعرف الحياة وسط السجال ده. في أوروبا الشمالية مثلا أساطير الفايكنج اتحفظت في شكل قصص بطولية عن رجال بتركب البحر ويهزموا عمالقة وتنانين. أغلب القصص دي ما اتكتبتش إلا بعد مئات السنين من أحداثها المزعومة، يعني لو في فعلا معركة صغيرة حصلت بعد 3 أجيال ممكن تبقى حرب ما بين الفايكنج وجيوش من الكائنات السحرية. وطبعا ما نقدرش ننسى الحواديت الشعبية اللي زي روبن هوت أو الملك أرثر. القصص دي اتشكلت مع الزمن لدرجة إن الباحثين لحد النهاردة بيقولوا إحنا مش عارفين فعلا الحد الفاصل ما بين الراجل اللي عاش وما بين الأسطورة اللي اتعملت عنه. الرابط ما بين كل الأمثلة دي إن الحضارات كلها كانت بتراهن على ذاكرتها الجماعية وإن هم قادرين يحفظوا أي شيء، لكن الذاكرة دي زي بحر كل واحد بيحط فيه نقطة لون، مع الوقت لون الحقيقة بيضيع وسط أمواج الخيال والزيادة.